يلا بينا يا جماعة نعمل ترند الكنافة بالجلاش الخطير اللي مكسر الدنيا وكل الناس جربته. شكله حلو جدا يشرف في العزومات وطعمه يجنن وطريقة تحضيره مفيش اسهل من كده. لو انت مبتدئة خالص هتطلعيه بالجمال والحلاوة دي. اول حاجة هنسمي بالله وهنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عندي نص كيلو هنا من الكنافة كانت متجمدة، هبتدي اقطعها على بلانشة، ممكن تقطعوها في الكبة. عايزه افرمها فرم ناعم خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها في بوله ناشفه ونركنها على جنب. ودي كل كميه الكنافه، ده كان نص كيلو بالظبط بصوا. وعندي هنا لفه من الجلاش نص كيلو برضو، جلاش فريش طري خالص مش متجمد ولا حاجه عشان تقدروا تتحكموا فيه وتلفوه بسهوله. هفرد اللفه كلها، المفروض احنا هنلف ورقتين ورقتين بس انا هفردها كلها على بعض عشان اشتغل بيها مره واحده وما تنشفش. وعندي كوبايه كبيره من السمنه سيحتها في الميكرويف، ممكن تسيحيها على طاسه وترجعي تحطيها هي مش مقدوحه. وهبتدي بالفرشه بقى اوزع السمنه على رق الجلاش اللي احنا هنحط عليه الكنافه. دول ورقتين، انا دلوقتي هلف ورقتين وهوريكم ازاي اخد ورقتين من اللفه، ورقتين ورقتين. هدهن كويس قوي الورقه اللي تحت بالسمنه. وهبتدي دلوقتي بقى ايه احط الكنافه. عايزين طبقه كنافه كثيفه عشان تطلع معاكي الرول تخين وتقدري تقطعيها حتت كبيره. بصوا دول ورقتين اهم. وهبتدي دلوقتي ارش الكنافه بقى وابططها. اول رول ده ما كانش فيه كنافه زياده، فهبتدي في الرول اللي بعده هتقل الكنافه اكتر عشان تبقى البرمه تخينه كده ويبقى نفس السمك ليهم كلهم، التقطيعه تبقى واحده. واي نوع مكسرات عندك ممكن تحطي عين جمل، تحطي لوز. انا كان عندي هنا زبيب وسوداني. فهبتدي دلوقتي بعد ما حطيت الكنافه، اي طبعا فيها حاجه تكتلات هتفكيها بايدك كده، وهبتدي ارش عليها بقى ايه بالفرشه كده السمنه على الكنافة النية عشان تتقرمش برضو من جوه وتبقى طعمها حلو. وشوية بقى زبيب، شوية سوداني، ما عندكيش مفيش مشكلة، بس المكسرات في الحلويات بتفرق جدا وبتخلي طعمها حلو. كلنا عندنا حاجات رمضان، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هبتدي بقى ابرم الرول بالطريقة دي، كأنك بتلفي ايه، مش هقولك ورق عنب، كأنك بتلفي محشي كده. وبعدين بالسكينة بقى حاولي ايه تقيسي كده. انا قيست هنا صباعين 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 عشان اخلي تقريبا الرولات كلها قد بعض بالويم كده. وهنقطعها. وصينية بقى عندك بتدخل الفرن تكون مدورة، هتدهنيها بنفس الفرشة اللي بنستخدمينها سمنة. تدهني الارضية والجناب عشان ما تلزقش ومفيش حاجة تطلع منك متقطعة. وهبتدي دلوقتي اقطع الرولات بتاعتنا وهرصها في الصينية بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي هبه ودي قناتي، اعملوا متابعه عشان يصلكم كل جديد. ولو على اليوتيوب اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان كل المنشورات توصل لكم. اللايك مهم قوي يا جماعه في نشر المحتوى وعشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. بصوا هنا كنا قطعنا. وهبتدي بقى ارص في الصينيه زي ما قلت لكم. الصينيه هجيبها وهدهنها بالمنظر ده. وهرص بقى الرولات كانك بصي بترصي صينيه شاورما بالظبط. بصوا شكلها حلو جدا. طبعا هنعمل ورقة تانية بنفس الخطوات، بس انا هنا بسرع بقى عشان انجز لكم وقت الفيديو. نفس الكلام هندهن الورقتين وهنرص الكنافة وهنبططها كويس وهنزل عليها بقى بالمكسرات. هنا كنت لقيت السوداني كنت بدور عليه، رشة سمنة كده فوق الكنافة عشان تقرمش من جوه، شوية زبيب وشوية سوداني وبرومي. وقطعي وهنكمل بنفس الخطوات كل الكمية لحد ما هنخلص الكمية كلها. وهشغل الفرن على درجة حرارة 200 وهندخلها على رف أوسط تقعد حوالي 10 دقايق. وبعدين هنشغل عليها الشواية. بصوا بتبقى بالمنظر ده. وهنا بقى هحط لها بقيه السمنه اللي متبقيه مننا. هنا كانت السمنه خلصت معايا فسيحت لها معلقه سمنه كمان، وابتديت بالفرشه كده اغرق لها وشها عشان تقرمش وتاخد الكراست الخطير اللي انتوا كنتوا شايفينه ده. وهندخلها على الفرن، هتاخد حوالي 10 دقايق في الرف الاوسط. ولما تستوي لو حسيتيها ما احمرتش، انا شغلت عليها الشوايه حوالي 3 دقايق بس، تبقي واقفه جنبها عشان ما تتحرقش وهتطلع معاكم بالحلاوه واللذاذه والجمال ده. شكلها حلو جدا يا جماعه، بجد شكلها خطير. طعمها حلو قوي، عجبت الولاد، طريه من جوه ومقرمشه من بره. وده الشربات بقى بتاعنا، شربات بارد طبعا تقيل للكنافه وللجلاش. اللي عايز طريقه الشربات يكتب لي في التعليقات وانا هنزلها لكم. بصوا الجمال واللذاذه، شكلها حلو جدا وريحتها مفحفحه وطعمها حلو. احفظوها عندكم من رمضان، كل عام وانتم بخير. بصوا
تيجي بقى نطلع كده في الاطباق، شكلها شيك قوي في التقديم وطعمها حلو، عجبت الولاد جدا. اتمنى تجربوها والوصفه تعجبكم، ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ولو ده محتوى مفيد اعملوا لايك وشير. بحبكم في الله، اتمنى تجربوا الوصفه وبألف هنا.